السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الطاهرين الشرفاء، وبعد. الحديث الأول حديث أفضل عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول أبو عبد الله النعمان بن بشير أن يثبت عن أبي رسول الله أبكر أيانا من ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكرون إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما تعالى سبحانه من مريض نبو ما تعالى سبحانه من مريض وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نسيء الفضل أن أقول سمع بكر عن معنى سمع حكمانيان مع الشبهات المعنى الأوقات لكم أعداء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نسبتوا أفلان يسمع الشبهات نعمل لكس يسوع من ينعو سمع طبطيان. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. نسبتوا أن ينفلان يسمع الشبهات نعمل تلوه حرام سبتوا أن يمجنوا وسيد فأوليه أمي تقول لي أنا بابا أفريقيا تقول لي أنا يدتنا عنا عيسى سفريان نعيا عيسى سفر والله اسمه حرام. ألا وإن في الجسد مضغة ما تعالى ما دام أولا سفر أسبو إذا صلحت صلح الجسد كله. أي كلام بيتقون بيا بيتقون كيس وقالوا لواس. وإذا فسدت فسد الجسد. أي كلام لا بيلا سأبكر كيس وقالوا لواس. وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بلدون البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبواب أبو هريرة أم يسوق رسول الله بيتر يانا بيتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما تعالى صلى الله نسوتي نتبع كل من يلعب رسوتي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما تعالى صلى الله عليه وسلم قبل مرتين سنتنا أو يسوي كما سوي. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. سبحان الله تعالى كيف كانوا معصوم لكان كانوا مع حلال ممكن بكره سمع بيبيا سبحان الله تعالى كيف كانوا من مرتيا لا كان كانوا من مرتيا لكان كانوا مع حلال ويرسل كانوا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر ويلي أنا إلى الناس وما عملت السلامات أجعد عقبه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب هيك تنفو ومطعمه حرام لأنه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام كأنه استجاب. رواه مسلم. الحديث الثاني حديث قبله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: يقول أبو نجيح العرباضي ابن سارية عن يسوع رسول الله بالترويان: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة سبحانتم kami رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مؤدية فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Pelpuli Abu Daud Abu Tirmidzi api peroyana hadis ama biasahi. Wa ila huna nas'alullahu ayyuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.